ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض طريقة تخزين وتفريز الكرنب بطريقة سهلة وبسيطة، وهنشوف الحاجات اللي هنحطها مع بعض يا حبايبي، وهتحفظ لي الكرنب معايا لمدة سنة كاملة من غير ما يجلد ولا يحصل له اي حاجة. وهنحفظه مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده في اطباق فوم، وهنغطيه بكاس استرتش طبعا، وهنعمل الطبق على قد الطبخة اللي هنعملها. وهنشوف مع بعض الاسرار والتكات اللي هتخلي الكرنب يفضل معايا زي ما هو وما يبقاش فيه اي ريحة ولا يجلد مني. يلا مع بعض يا حبايبي نشوف الطريقة هتتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا النهاردة في مطبخ مروة الشربيني، وان شاء الله زي ما احنا متعودين مع بعض يا حبايبي بنعمل مع بعض كل حاجة ببساطة وبسهولة، وبنحاول نبسط على نفسنا كل حاجة. طبعا يا حبايبي احنا عملنا قبل كده طريقة تخزين وتفريز القلقاس، وكانت طريقته سهلة وبسيطة، وطريقة تخزين البسلة. والنهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض طريقة تخزين الكرنب بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي يقعد معايا لمدة سنة كاملة ما يجلدش ولا يحصل له اي حاجة، ويبقى كأنه فريش زي ما هو. هنشوف مع بعض كل حاجة في الفيديو. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا جبت الكرنبايه وحشت الورق الزياده اللي فيها من بره، وحشت شويه ورق وهحوش معاكم شويه عشان اوريكم طبعا. وفي ناس يا حبايبي بتحب تحط الكرنبايه كده سليمه زي ما هي. طبعا لو هي صغيره عن كده كنت حطيتها، طبعا هي كبيره فمش هينفع احطها في حله، يعني ما عنديش حله كبيره زي دي يعني. وبفضل انا يا حبايبي ان انا احطها، يعني احوش الورق كده زي ما انا حايشاه عشان يستوي معايا كويس. طبعا الكرنب بتاع التخزين يا حبايبي مش بنسويه، بنخليه 3/4 سوا عشان ما يتهريش منك لما يتحط في الفريزر. وهنشوف مع بعض يا حبايبي كل حاجة خطوة بخطوة، وهنشوف ايه المكونات اللي هنحطها على الكرنب. في حاجات كنا بنحطها غلط، وهنشوف النهاردة الحاجات اللي هتخلي الكرنب يقعد معايا فترة طويلة وما يجلدش ولا يحصل له اي حاجة. يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا معايا الكرنبة، هحوش الورق بتاعها كده يا حبايبي لحد ما نتخلص من الراس. اقلبها كده واحوش الورق كده يا حبايبي واحده واحده من تحت عشان ما يتقطعش مني. طبعا طريقته سهله وبسيطه. في ناس بتحط الكرنبايه كده سليمه زي ما هي يا حبايبي، ما بفضلش انا الطريقه دي بصراحه. بحس ان ايه، في حاجات هتستوي وحاجات مش هتستوي. احوش الورقه كده اهو سليمه ما فيهاش اي حاجه، ونحطهم كده على بعضهم. طريقته سهلة وبسيطة. وهنشوف الحاجات يا حبايبي اللي هنحطها وهتخلي الكرنب يقعد معايا فترة طويلة من غير ما يحصل له اي حاجة. وهنشوف طريقة التخزين بتاعته، كل حاجة هنشوفها مع بعض يا حبايبي في الفيديو خطوة بخطوة شكل اللي احنا شايفينه ده. هكمل انا التقطيع يا حبايبي وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. طبعا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده انا قطعت الكرنبه بتاعته وخليت الورقه كل ورقه لوحدها كده عشان نسويها كويس. هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي؟ معايا حله على النار حاطه فيها ميه بتغلي، لازم يا حبايبي الميه تكون بتغلي كويس. وهنشوف الحاجات اللي هنضيفها على الميه يا حبايبي عشان تحافظ على الكرنب بتاعه وما يجلدش مني ويقعد معايا فتره طويله. ممكن يقعد معايا لمده سنه كامله ما يحصلوش اي حاجه ولا يجلد مني ولا يبوظ ولا يحصل له اي حاجه. هنشوف مع بعض يا حبايبي دلوقتي هنعمل ايه. يلا بينا مع بعض يا حبايبي نروح على البوتاجاز ونشوف هنحط ايه على الميه اللي بتغلي اللي هتحافظ لي على الكرنب بتاعي. طبعا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده انا معايا حله على النار حاطه فيها ميه بتغلي، وهنشوف الاضافات اللي هنضيفها على الميه بتاعت الكرنب اللي هنسلق فيها الكرنب بتاعنا وهتحافظ لي عليه لمده طويله. معايا هنا يا حبايبي ليمونه مقطعاها شرايح كده زي ما احنا شايفين. طبعا الليمون ده ماده حافظه يا حبايبي. ومعايا هنا بقى معلقه كمون صغيره ومعلقه سكر صغيره. طبعا الليمون والسكر يا حبايبي ماده حافظه. ما احطش الملح يا حبايبي عشان الملح هو اللي بيبوظ لي الكرنب ويخليه يجلد مني، لكن احنا هنستغنى عن الملح يا حبايبي عشان احنا هنخزنه فتره، يعني هيقعد معايا في الفريزر فتره. فانا ما نحطش ملح عشان الملح دي معلومه غلط، ما نحطهاش طالما هنخزن الكرنب. وهحط ايه تاني يا حبايبي؟ معلقه الزيت. معلقه الزيت دي اللي هتحافظ لي عليه وما يجلدش منه خالص. هنحط معلقه زيت كبيره كده مليانه، وهنحط يا حبايبي دلوقتي الكرنب يتسلق معانا. طبعا هي الميه كانت بتغلي بس انا وطيت عليها النار عشان احط معاكم الاضافات اللي هنحطها. طبعا الكمون ده يا حبايبي عشان الغازات اللي في الكرنب وكده وما يخليش ريحه الشقه وحشه ولا اي حاجه ولا يطلع له ريحه ولا اي حاجه. هنسيب الحاجات دي يا حبايبي تغلي شويه في الميه، وبعدين هنحط يا حبايبي ورق الكرنب وهنسلقه مع بعض، بس مش هنسلقه ونسويه، هنسلقه 3/4 سوا
عشان ما هو يقعد اصلا في الفريزر وبيخليه يعني يستوي شويه. ولما اطلعه يا حبايبي من الفريزر ما احطوش في ميه يفك ولا حاجه عشان ما يبص مني. احنا بنقول كل حاجه عشان الوصفه تطلع معاكي ناجحه وما تبص منك. هنسيب الميه دي تغلي 5 دقايق وبعد كده هنحط فيها الورق بتاع الكرنب يا حبايبي. طبعا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده انا حطيت الحاجات اللي حطينا ايه يا حبايبي. حطينا معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من السكر وحطيت معلقه كبيره من الزيت وحطيت شرايح ليمون. طبعا ليه حطينا السكر ماده حافظه وحطينا الليمون وحطينا ايه تاني يا حبايبي. السكر ماده حافظه لكن ما نحطش ملح. واحط هنا يا حبايبي ورق الكرنب وهنا معايا طبق فيه ميه ساقعه وهنقول هنعمل بيه ايه. وهنحط الكرنب كده يا حبايبي نسيبه يستوي 3/4 سوا وبعدين هنطلعه يعني نقلبه على الناحيه التانية يعني نستوي كله 3/4 سوا. نسيبه دلوقتي شويه يعني انا هبقى واقفه برده كده مش هسيبه لحد ما يستوي 3/4 سوا يا حبايبي مش سوا كامل. وبعد كده هطلعه احطه في الميه الساقعه عشان يحتفظ بالسوا اللي هو موجود فيه. هنسيبه شويه كده يا حبايبي وانا واقفه وهرجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده انا واقفه له برده يعني قلبته على الناحيه التانية. هطلعه من الميه كده احطه في الميه الساقعه كده على طول عشان يحتفظ بالسوا اللي انا مسويه له 3/4 سوا يا حبايبي عشان ما يتهريش مني لما يقعد في الفريزر ما يسووش سوا كامل. اطلعه كده يا حبايبي واحطه في الميه الساقعه. دي بنحطه في الميه الساقعه يا حبايبي عشان يحتفظ بالسوا اللي احنا مسوينه له. هكمل الكميه يا حبايبي وهرجع لكم نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا سلقت كميه الكرنب اللي موجوده معايا طبعا وما خليتهاش استوت قوي. طبعا زي ما انتم شايفين بشدها كده ما بتتقطعش معايا. هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي. هنحوش العروق دي بتاعه المحشي بتاعه الكرنب بتاعنا نحطه كده ونحاول نقطعها كده يا حبايبي نحوش العروق دي. طبعا في ناس يا حبايبي بتخلل العروق دي ما بترميهاش. هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي. هلفها بالشكل اللي انتم شايفينه ده وهقطعها كده على حسب بقى الحجم اللي انت عاوزاه. تمام كده. طبعا انا عاوزه يعني حجم المحشي بتاعي صغير مش كبير فاقطعها كده. ومعايا هنا يا حبايبي اطباق فوم كده هرصها كده عشان تبقى متساويه يعني ولما اجي اطلعها ما تتبهدلش مني. هنحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو معايا دي لو في واحده برضو مش متظبطه احاول اظبطها. يعني انت مثلا تشوفي حجم الصباع اللي هتعمليه هتقطعي الحته على قد يعني الحجم اللي انت عاوزاه وهنرصه كده فوق بعضيه بالشكل ده يا حبايبي. طبعا دي مش هتنفع تتعمل معايا فهحوشها كده طبعا واحاول يا حبايبي بين كل تراق والتاني اعمل بالفرشه كده زيت واحط كده عشان ما يلزقوش في بعض. طبعا والزيت بيخلي المحشي معايا بيلمع كده لما باجي اسويه يا حبايبي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده طريقته سهله وبسيطه. هعمل معاكم واحده تاني. اهم حاجه يا حبايبي ما اسووش سوا كامل عشان هو لسه هيقعد في الفريزر وما يتهريش معايا. باول حاجه يا حبايبي احوش العروق بتاعه المحشي والف الورقه كده رول. وبعد ما الفها كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اقطعها على حسب الحجم اللي انا عاوزاه بالشكل ده. طبعا ممكن تقسمي ده على 2 تحطيها كده او تظبطيها يعني خليتها كبيره قوي تحوش الزيادات اللي فيها وتحط كده. وبين كل شويه والتانيين كده يا حبايبي نحط زيت عشان ما يلزقوش في بعض. تمام كده يا حبايبي انا ماشيه معاكم الفيديو خطوه بخطوه عشان ما تتلخبطوش. طبعا دي يا حبايبي هنحوش منها حته بس هتنفع معايا حته بس على حجم الصباع يعني اللي انا عاوزاه. انت على حسب راحتك عاوزاه كبير عاوزاه اصغر من كده هتقطعي الورق على حسب الحجم اللي انت عاوزاه. هكمل بقيه الكميه وهحطها في الاطباق اللي زي دي يا حبايبي وهنحط بين كل واحده والتانيه زيت كده زي ما وريتكم. طبعا ايه فايده الزيت عشان ما يلزقوش في بعض وبيخلي المحشي معايا يا حبايبي لما اعمله بيلمع كده وبيديله لمعه جميله. هكمل الكميه وهرجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا كملت الكميه. عملوا معايا كميه كويسه يعني الكرومبه الواحده وغلفتها كده بورق استريتش وهنغلف مع بعض واحده عشان نشوف الطريقه. طبعا انا احفظهم في الفريزر وانا عامله يعني الطبق على قد الطبخه اللي انا هعملها عشان ما اطلعهاش تفك وبعد كده اشيلها تاني وتبوظ مني. هنغلفها كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين بورق استريتش. طريقتها سهله وبسيطه وما خدتش معايا وقت كتير يعني زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
معايا مقص كده يا حبايبي، هقص بيه. يبقى احنا يا حبايبي نعمل الطبق على قد الطبخه بتاعتنا عشان ما طلعوش يفك مني وبعد كده يدخله تاني هيبوظ. ونحطهم كده على بعض يا حبايبي في الفريزر، وهنستخدمه طبعا ويقعد معايا فتره طويله زي ما قلت لكم بالحاجات اللي احنا حطيناها. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.